مساء الفل عليكم كلكم. طبعا شفتوا الفيديوهين اللي فاتوا بتاع الحراس والمدافعين. تعالوا نخش على خط النص بقى بسرعه. معاكم شيء اشرف، خش لايك وسبسكرايب عشان معانا لاعبين كتير قوي النهارده. عندك اول واحد في الوسط لاعب بروموس وهو امين عدلي ب 5 مليون. لو بيلعب اساسي اللاعب ده هيبقى قوي جدا معاك. بعد كده كمان عندك عياري من برايتون ب 5.5 مليون، سعره حلو جدا وكلنا شفناه في كاس العالم. اللاعب اللي بعد كده اوسكار بوب من فولهام ب 5.5 مليون، اعتقد بنسبه كبيره هيلعب اساسي بعد خروج هالي ويلسون، فاللاعب كان هايل جدا مع السيتي. اللاعب اللي بعد كده ديفيني ب 5 مليون من كريستال بالاس، برده ممكن يلعب اساسي بنسبه كبيره، فروح هاته. اللاعب اللي بعد كده بوينديا من استون فيلا ب 6 مليون، وبرده بنسبه كبيره هو اللي هيلعب اساسي في نادي استون فيلا. اللاعب اللي بعد كده واللي انا متوقعه ان هو هيبقى موسم هايل ليه وهو ايوبي من فولام ب 5.5 مليون، انا متوقع انه هيبقى موسم جبار ليه. عندك بعد كده برده إيلانجا ب 6 مليون من نيوكاسل بعد رحيل طبعا لعيبه كتيره جدا في الهجوم مع فولتميد، مش عارفين هيلعب ولا لا، فاعتقد بنسبه كبيره هو ضامن مركزه إيلانجا. اللاعب اللي بعد كده برده هو جونسون لاعب كريستال بالاس، اللي لو لعب اساسي وجاب فورمه بس شويه ب 6 مليون اعتقد هيبقى حلو جدا معاه. اللاعب اللي بعد كده برده هو كلويفرت ب 6 مليون من نادي بروموس، لو جاب برده الفورمه بتاعته بتاعت الموسم اللي فات في اول الموسم بصفقه جباره ليه. اللاعب اللي بعد كده وهو الديفرنشال جايب لك تشيا لاسي. تقول لي مين يا باشا؟ اقول لك لاسي لاعب مانشستر يونايتد ب 5 مليون. الديفرنشال والواد ده انا متوقع ان هو هينفجر. اللاعب اللي بعد كده كمان عندك مايدا من هال سيتي اللي لسه جايبينه من سيلتيك ب 5.5 مليون. اللاعب كان يعني عامل مواسم هايله مع نادي سيلتيك. اللاعب اللي بعد كده اندوي من نادي نوتنجهام فورست، سعره 5.5 مليون، برده صفقه حلوه جدا لو الواد جاب فورمته الهايله. اللاعب اللي بعد كده برده وهو نفس كده حاجه شبه تشي لاسي، ومتوقع ان هو هيقدم مستوى جامد، وهو لومي تشاونا من نادي كوفنتري سيتي ب 5.5 مليون، كان بيلعب في نادي بيرلي الموسم اللي فات، برده عايز تروح تجيبه، انا متوقع ان هو هينفجر جدا. اللاعب اللي بعد كده هو بينو من كريستال بالاس ب 5.5 مليون. لو مش عايز تجيب ديفيني او لو مش عايز تجيب جونسون، عندك بينتو ب 5.5 مليون، برده اللاعب كان اول موسم ليه السنه اللي فاتت، فالموسم ده لو طلع المستويات اللي كان بيعملها مع فيا ريال هيبقى لاعب جبار. اخر لاعب معانا هو برده الديفرنشال شبه لاسي كده بالظبط، ريو ناجاموها ب 6 مليون من ليفربول. اعتقد ان الواد ده هيبدا يلعب اساسي بنسبه كبيره، وكلنا شفناه ان هو لاعب هايل جدا. دول كانوا اللعيبه بتوع النهارده. مش تشترك في القناه عشان تشوف مين المهاجمين اللي معانا في الفيديو اللي جاي. لو عايز دفاع وخط نص فنزلوا خلاص، ارجع شوف. سلام.